معظم البنات نفسهم في جسم مشدود وانثوي من غير ترهلات ومن غير سلوليت، فبيقرروا ان هم يروحوا الجيم، ودي بتبقى اكبر خطوه خدوها في السنه اللي هم فيها. بس المشكله اللي بتواجههم اللي هم جسمهم بيثبت، الترهلات بتزيد مش بتقل، كمان طاقتهم بتقل جدا، الجلد بيبدا يبوظ والشعر بيبدا يقع. كل ده حصل ليه؟ انا المفروض بروح الجيم عشان صحتي تبقى احسن مش تبقى اوحش. تعالى اقول لك على اهم 4 حاجات انت بتعمليهم بتخلي الجيم بالنسبه لك حاجه سلبيه مش ايجابيه. لو عدينا ال4 حاجات دول ووصلنا لاخر الفيديو، صدقيني كل شهر انت بتشتركي فيه في الجيم وبتدفعي الفلوس دي هتكون حلال 100%، وفي نفس الوقت هتلاقي نتيجه كويسه جدا. ونبدا بسرعه كده، انزلي اكتبي لي كلمه سر في الكومنتات يا متين يا رب وتشجعي معايا ويلا بينا. اول غلط انت بتعمليه قبل ما بتروحي الجيم على طول انك مش بتاكلي ولا وجبه ولا وجبه ولا وجبه على الابيض. ما ينفعش. احنا عشان نروح الجيم ونشيل كيلو او 2 كيلو حتى، احنا بنعمل اجهاد على الجهاز العصبي والجهاز العضلي كمان. فبالتالي اول حاجه احنا محتاجينها جلوكوز الدم بتاعنا يكون في معدلاته الطبيعيه. فالنقطه هنا اللي احنا محتاجين ناخد وجبه خفيفه على الاقل، زي مثلا علبه زبادي وموزه وكوبايه قهوه قبل التمرين على طول، لو انت مش بتحبي تفطري او معدتك بتكون مكتومه اول ما بتصحي. تاني غلطه مهمه جدا، اللي انت بتصحي نايمه 3 ساعات. ما ينفعش. البنات عندهم قدره غريبه جدا اللي هم يناموا اقل من 6 ساعات ويمارسوا نشاطاتهم عادي. انا لما بنام اقل من 8 ساعات ما بقدرش اشوف حد قدامي، ببقى عندي مشكله ان انا ما بقدرش اتعامل مع بشر اساسا. تعمليها ازاي يا ست الكل؟ ما علينا. فكره انك تنامي 3 ساعات بس و5 ساعات بس بمزاجك، يعني انت سهرانه بمزاجك، مفيش شغل معين او مفيش مذاكره معينه، دي مش احسن حاجه خالص، لان هرموناتك بتتعمل بالليل، الريكفري بيتعمل بالليل، وجسمك بيكون جاهز للتمرين والجلسه اللي بعد كده تاني يوم على طول لو نمت 8 او 9 ساعات على حسب احتياجك. فالنقطه هنا اللي انت لو بتحرمي نفسك من النوم غصب عنك، صدقيني انت بتعرضي نفسك لاصابات كبيره جدا، وكمان بتعرضي نفسك انك تضيعي وقت على الفاضي. لو مش عارفه تنامي اكتبي لي في الكومنت وانا اعمل لك فيديو مخصوص ازاي تنامي 100% صح. ثالث غلط مهم جدا واللي انا بشوفه فعلا قدام عينيا، مش عارف برضو انتوا بتعملوها ازاي، البنات بتعيش على كوبايه ميه في اليوم، الصبار بيشرب ميه اكتر من كده في اليوم. ازاي انتوا بتعملوا كده؟ انت على الاقل محتاجه 2.5 لتر ميه في اليوم على حسب وزنك وعلى حسب المجهود اللي انت بتعمليه وعلى حسب البلد اللي انت عايشه فيها اذا كانت حر ولا ساقعه. بس المينيمم بتاعنا 2 لتر ميه في اليوم، مش كوبايه ميه. فالنقطه هنا انت محتاجه ميه. الميه جسمك كله معمول من ميه، الخلايا بتاعتك كلها معموله من ميه، العضلات بتاعتك اكتر من 70% منها ميه، الدهون بتاعتك فيها ميه. فبالتالي انت لما بتشربي ميه هضم الاكل بيكون احسن، انتاج الهرمونات بيكون احسن، جلدك بيكون احسن، وشعرك بيكون احسن. فلازم تشربي ميه. رابع حاجه واهم حاجه، ودي انا كنت سايبها لاخر الفيديو لان 90% من البنات تقريبا بيعملوها. مع الاسف احنا عندنا فكره غلط عن الدايت، اللي احنا لو عايزين نخس في الدهون احنا محتاجين نخسف في السعرات الحراريه الارض، محتاجين اللي احنا ما ناكلش خالص. في بنت كانت بعتالي اللي هي بتاكل 1200 سعره، ساعتها قلت لها البيبي الصغير بيرضع من امه اكتر من 1200 سعره في اليوم. ما ينفعش 1200 سعره وعندها حاجه و20 سنه وبتروح مدرسه ولا بتروح كليه وبتتمرن. 1200 سعره ازاي الكلام ده؟ ما تحرميش نفسك من الاكل. الدايت اللي هيخليكي تحرمي نفسك من الاكل مش ده